الراعي الرسمي الحلو اول يوم رمضان. بس ازاي بقى نعملها هشه ومقرمشه؟ هو ده اللي احنا هنعمله النهارده. العجينه هتكون من الخلاط على الطاسه مباشره، وزي ما انت شايفه كده اهي النتيجه. تعالى اقول لك بقى ازاي تفضل معاكي طول الشهر وازاي نحفظها في الفريزر. احلى حشوه كمان هنعملها. اول حاجه هنعمل الشربات، عباره عن كوبايه ونص سكر عليهم كوبايتين ميه وهنرفعهم على البوتاجاز. وتعالوا بقى نعمل العجينه، عباره عن معلقه صغيره من الخميره فوريه، هنحط عليها ربع كوبايه ميه ونسيبها على جنب. وكل حاجه بعد كده هتكون في الخلاط. هنضيف 3 كوبايات دقيق، عليهم نص كوبايه سميد ورشه ملح صغيره جدا، معلقتين كبار من السكر، نص معلقه صغيره من البيكنج صودا، وزيها كمان نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. وبعد كده بقى نحط الخميره اللي احنا عملناها ونضيف من 3 كوبايات ونص ميه دافيه ل4 على حسب طبعا نوع الدقيق. وهنضرب كل ده بقى في الخلاط مش اقل من 5 دقايق. ودي خطوه مهمه جدا عشان تطلع القطايف معانا هشه جدا ومقرمشه. بختبرها بالخط ده، لازم تكون الخليط عندي لا هو خفيف ولا تقيل. ومهم جدا علشان نجاح الوصفه اسيبها 10 دقايق ترتاح، وبعدها هنقلب الخليط كويس ونبدا نشتغل. هجيب الطاسه تكون غير لاصقه، هسخنها الاول، بعدين ههدي النار للوسط، ونبدا ننزل بقى حبه بحبه زي ما انتم شايفين كده. وهي بتفرد لوحدها بتتحول لفقاعات، فقاعات بعد كده بتفتح بس من فوق، ما بتفتحش من تحت. وده حاجه مهمه جدا، ودي اهم حاجه لنجاح القطايف. عايزه اقول لكم الموضوع سهل قوي، الموضوع ما بياخدش وقت، بس بجد النتيجه حلوه جدا. ده كله ب3 كوبايات دقيق بس ونص كوبايه سمين. طبعا القطايف في البيت مختلفه تماما عن بره، هتقفل معانا بسرعه جدا، مش هتفتح معاكي في الزيت خالص. هتحشيها الحشوه اللي انت عايزاها وبعدين تفرزنيها تطلعيها بعد كده على القلي مباشره. انا هنا هعمل حشوه الاقرب لقلبي، ميكس مكسرات وكمان زبيب وعليهم شويه سكر. متهيالي دي الحشوه اللي كلنا اتربينا عليها. قولوا لي انتوا كمان ايه اقرب حشوه لقلبكم، ودايما حريصين ان انتوا تعملوها على الاقل اول يوم رمضان. يعني انا بتهيالي ان مهما طلعت حلويات ومهما اخترعنا حلويات، القطايف هي لازم كده تبقى على سفره رمضان اول يوم. كل سنه وكلنا طيبين. عايزاكم تجربوها بنفس الطريقه وترجعوا تقولوا لي رايكم فيها. شويه حاجات كده هقولها لكم. القطايف واحنا بنسويها مهم جدا ان احنا نكون مجهزين فوطه جنبنا، نحط القطايف اول ما تستوي تحت الفوطه علشان ما تنشفش، عشان زي ما انتم شايفين كده انا بقفلها بمنتهى السهوله لانها طريه. بحشي الحشوه اللي انا عايزاها وبعدين بفرزنها بطلعها على القلي مباشره. حاجه مهمه جدا، الزيت عندي لازم يكون نظيف، لازم يكون غزير. بقلي ما بقلبش غير لما بتاخد لون. لازم يكون عندي شربات تقيل وبارد تماما. بطلع مباشره من الزيت، بحط على طول في الشربات وبطلع من الشربات اقدم بقى زي ما انتم شايفين كده. كل سنه وكلنا طيبين. هستناكم تجربوها وتقولي لي رايكم فيها، ورمضان كريم.